ننقل القضية، لا تقول لي الوقت انتهى. طيب. مرة أب ابنه ذهب واعتنق قضية أخرى بغض النظر عن التفاصيل. جلست مع الابن، طبعا هو نقل لي الصورة، الابن يعني كأنه وحش كاسر ضاري، يعني خوف. أنا خفت أنا خفت، هو متعود على الأمور. جلست مع هذا الطفل شاب طبعا وصعب، يعني ابتعد أنا ممكن 10 سنوات، رجل مسكين بسيط. اكتشفت فيما بعد أنه رجل هرب من عنف أبيه. الأب جلاد مع مرتبة الشرف، لو فرعون موجود كان تبرأ منه. أعدنا المياه لمجاريها، وجيت للأب نصحت، قلت له ترى القضية أنت لك شوية دور فيها، لا المدرسة ولا اليوتيوب ولا شيء،